قطاع الصناعة أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى المعيشة. هنتكلم النهاردة عن مشروع يعتبر نقلة حضارية كبيرة بيساعد على تطوير صناعة من أهم الصناعات اللي بتخدم المستهلك المصري وبتخدم برضه الاقتصاد القومي. مدينة الجلود في اللوبيكي، وهي أكبر تجمع صناعي بيئي متخصص في صناعة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا، واللي تمت عن طريق انتقال المدابغ القائمة من سور مجرى العيون في مصر القديمة وتطويرها وإعادة توطينها في مدينة جديدة متخصصة لتنمية قطاع الجلود. المدينة موجودة في القاهرة وتحديدا في مدينة بدر. موقعها المتميز بيساعد جدا في تقليل الوقت وتكاليف النقل، ده غير إنها متصلة بالبنية التحتية للنقل والموانئ الدولية. بتضم 195 مصنع متخصص في دباغة الجلود اللي بتشمل 3 مراحل بواسطة أحدث التكنولوجيا العالمية ووفقا للمعايير واللوائح الدولية. ولأن نموذج إدارة المدينة هدفه تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، بتخدم المدينة 3 محطات مختلفة لمعالجة الصرف الناتج من عملية الدباغة على مساحة إجمالية تبلغ 282 فدان و831 فدان غابة شجرية لاستغلال المياه المعالجة. وبكده تكون المحطات الخدمية حققت هدفها في تقليل النفايات وزيادة استدامة المشروع ككل. واستنونا في مشروعات قومية جديدة.